بالمنطق. دكتور صلاح، هسألك لو انت صاحب قرار النهارده، اول قرار اقتصادي هتاخده ايه؟ اول قرار اقتصادي هاخده ارجع ال 4603 مصنع ومنشأة وفندق وقرية سياحية للعمل. ازاي؟ اقول لحضرتك في الدنيا، انت طبعا يعني نقول ايه في مجال البيزنس لك باع. في الدنيا كده مصانع متوقفه، اشوف ده متوقف ليه؟ احنا قاعدين نصرخ نقول ايه؟ عاوزين استثمارات. يا عم اهدى بالله، استثمارات ايه؟ الناس دي يجي لها استثمارات منين؟ إيه؟ ناس تعدى خناقه عندك، ما تجي اشغل اللي عندي الاول. تمام؟ طب اشغله ازاي؟ المصنع عاده او المنشاه او كذا في ثلاثه اشياء لها. في مصنع بينتج منتجات مالهاش زبون. واحد بينتج تلفزيون ابيض واسود، ده ملوش ذنب، ده ملوش زبون، فبالتالي هيخسر، فده نطلعه بره المنظومه على جنب. واحد الاداره بتاعته فاشله، راجل كويس وبيطلع منتج كويس بس تكاليفه الاداريه اكتر من تكاليف التشغيل بتاعته، فبيطلع منتج اقل من اللازم. الثالث عليه مديونيات خلال الثوره. خدي بال حضرتك، احنا من يوم الثلاث 25 يناير للنهارده بنتكلم في 1067 يوم. تمام. 1067 يوم دولت فيهم مشاكل حدثت وحدث كتير. خسرنا قد ايه تقريبا يا دكتور في الفتره دي؟ نعم، خسرنا قد ايه تقريبا في الفتره دي؟ خسرنا في الفتره دي ما يتجاوز 1.2 تريليون جنيه، 1200 مليار جنيه. العمله الصعبه يا دكتور خلاص. لا، اللي خسرناه فائد الاقتصاد، فائد الاقتصاد.